الكل عارف طبعا الحادثة الشهيرة اللي تعرض ليها عدوية وكانت هتنهي حياته، وعاشت بعدها الأسرة سنين من التعب واللحظات القاسية إلى أن حدثت المعجزة الإلهية. قالت ونيسة: عشت أصعب فترة في حياتي وقت حادثة اغتيال عدوية زي ما سمتها. وقالت: أنا رحت على المستشفى واستقبلته وهم جايبينه، وكنت فاكراه ميت لأنه كان فاقد الوعي وقتها. وبعد ما اتحجزنا في المستشفى وعرفت إنه مازال على قيد الحياة، قررت إني أسفره فرنسا للعلاج. وهناك حصلت المعجزة الإلهية، وإنه اتكلم فجأة، وكان شيء غير متوقع إنه يرجع يتكلم تاني. والدكاتره قالوا مراتي في فرنسا انت مجنونه، ايام كريزي، خدي وانزلي مصر، ده مش نافع. لأن كان حصلت له جلطات في المخ نتيجة الحادثة. استمر علاج عدوية من 3 ل4 سنين في فترة مرض أحمد